بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده الحلقه الثالثه ليا في الحمله بتاعه تعديل قانون الاسره، وانا بشكركم على الدعم الفيديوهات اللي فاتت، واتمنى الدعم يبقى اقوى من كده او يبقى اعلى من كده. انا كل طالب حضرتك ان انت تشير الفيديو، اي حد يشوفه يشيره فضلا وليس امرا. طبعا انا عايز الموضوع يسمع، عايز صوتنا يوصل في اكتر من زميل شغال على الموضوع، مش انا لوحدي. وطبعا احنا مش موضوع لازم، في حد كان باعت لي ان احنا نتحد، هو مش موضوع اتحاد، الموضوع ان احنا عايزين نخلي الموضوع يسمع، يبقى كل السوشيال ميديا بتتكلم او اغلبيتها بتتكلم على تعديل قانون الاسره، بدل ما احنا الناس كلها مقضيها هلس واغاني ورقص ومسخره. لا، احنا بنتكلم في حاجات مفيده تخص المجتمع، الاسره المصريه المنهاره. كميه الناس اللي بتكلمني في حاله الطلاق بعد ما بدات اعمل فيديوهاتي غير طبيعيه، وده طبعا شيء متوقع. انا ما استغربتش طبعا، لان انا شايف البلاوي السوداء في المحكمه وبدات ما بدات اعمل فيديوهاتي على السوشيال ميديا، شفت البلاوي الاكبر. النهارده ان شاء الله الحلقه الثالثه هتكلم على الولايه التعليميه. يعني طبعا انا الولايه التعليميه اللي عليها تحفظ وتحفظ كبير كمان. يعني اللي حط القانون ليه خلى الزوجه معاها الولايه التعليميه؟ ايه الاسباب القانونيه اللي حط القانون خلى يفكر ان الزوجه يبقى معاها الولايه التعليميه؟ ده سؤال. طبعا السؤال الاجابه ما فيش، طبعا مش هنلاقي اجابه، بس يعني هنقول الوضع الحالي ايه؟ ان الزوجه بتاخد الولايه التعليميه مجرد ما يحصل مشاكل مع الزوج، مش اتطلقت، مجرد ما يحصل مشاكل من حقها ترفع ولايه تعليميه. طب ليه؟ عشان حضانه معاها بالسبب، على فكره مالهاش دعوه، حضانه حاجه والتربيه في البيت حاجه، عشان انت الام وسن الطفل محتاج الام فتره معينه فانت بتربيه. لكن المدرسه حضرتك انت المسؤول عنها ازاي؟ وانتوا لغيتوا الراجل. ربنا قال الرجال قوامون عن النساء، احنا اللي قوامون مش هم. يبقى ازاي هم معاهم ولايات تعليميه؟ طبعا مش عايز السيدات يزعلوا مني، انا مش جاي عليكم، انا بتكلم في الصح. ده الشرع، احنا لو بنطبق الشرع 90% من قانون الاسره ده هيتمسح لو طبقنا شرع ربنا. يعني ايه الولايه التعليميه تبقى مع الام؟ مين المسؤول عن الطفل في التعليم، الام ولا الاب؟ مين اللي بيحصل لما بيحصل للطفل مشكله؟ مين اللي بيروح يحلها، الام ولا الاب؟ هتقول لي في ابهات كتير مش سهله، ماليش دعوه بالابهات اللي مش طبيعيه، انا بتكلم على الاب الراجل اللي عنده طفل ومسؤول عنه. سيبك بقى من الابهات اللي بتطلق وترمي العيال وتخلع ومع نفسها، انا ماليش دعوه، لكل قاعده شواذ. انا بتكلم على الاب الطبيعي. اي اب في الدنيا مخلف وعنده عيل بيحبه، مجرد ما يجي له تليفون منه او من والدته او من اي حد الحق ابنك في مشكله عنده في المدرسه، انت مش هتعرف تحليها، ابوه اللي بيجري. طب ازاي القانون يحط الولايه التعليميه مع الست؟ وايه بقى؟ ومديها الحق ان هي تاخد الولايه التعليميه قبل الطلاق كمان. يعني مثلا انا اصلا معترض على الولايه التعليميه بعد الطلاق، القانون يديها لها قبل الطلاق. هي مالها بالولايه التعليميه اصلا؟ هي ليه تاخد الولايه التعليميه؟ هي ليه؟ الاب اللي بيروح يدفع المصاريف، والاب هو اللي بيروح بيحل المشاكل، والاب ولي الامر مين اللي بيروح المدرسه؟ لما يحصل مشكله في المدرسه وتطلب ولي الامر، مين؟ الام اللي هتروح؟ الام هتقعد تتكلم بقى في مشاكل الطفل مع مدير المدرسه؟ هتعرف؟ مش هتعرف. الطبيعي الاب ده دوره، ده دور الاب. الولايه التعليميه دور الاب، والحضانه والتربيه دور الام. الطبيعي ان احنا لازم نقسم الدنيا عشان يبقى فيه مساواه. يعني المساواه ايه؟ المفروض اصلا الراجل هو المسؤول، بس يا عم احنا بنستسمح القانون تحط مساواه وتحط الراجل شويه في عين الاعتبار. الولايه التعليميه يا جماعه المفروض تبقى تحت سيطره الاب، طبيعي. ليه؟ هو اللي بيصرف، مش الزوجه اللي بتصرف. مش الزوجه، يبقى الاب مثلا شغال موظف بيقبض له 6000 جنيه و7000 جنيه وتروح تدخله مدرسه ب 20000 جنيه. ما هي معلومات تعليميه وبتختار المدرسه اللي هي عايزاها، والاب يلبس. وطبعا القاضي لما بيجي يتعامل مع القصه دي وتيجي ترفع عليه مصاريف المدرسه، سي مثلا 20000 ولا 15000، والاب معهوش، ولاقي يعني القاضي يلاقي التحالي بتاعه جاي له ب 7 8000 جنيه مرتب، هيروح القاضي عامل ايه؟ حاكم بنص. طب النص اللي هو كام؟ نص القيمه. على فكره خلي بالك برضه عشان نقطه يعني الناس تبقى عارفاها، لما بتخش مدرسه خاصه والاب معهوش، وتكون الزوجه اللي مختاره او الام اللي مختاره الولايه المدرسه قبل، يعني لو حصل انفصال والطفل لسه ما دخلش مدرسه وتيجي الزوج عشان معاه الولايه التعليميه فبتختار مدرسه غاليه والاب معهوش، المحكمه ما بتحكمش الفلوس كلها، المحكمه بتحكم بجزء منها، ممكن النص وممكن اقل كمان، بس بيبقى رقم برضو على الاب. ليه؟ رقم كبير انا ما اقدرش. والزوجه طبعا لا، لازم مدرسه خاصه، ولازم شنطه ب 500 او 500 جنيه ولا 600 جنيه، ولازم مش عارف يونيفورم مش عارف بكام عشان المظاهر الكدابه، وفي الاخر تعليم زي النيله. المدارس الخاصه ما بتعلمش، المدارس الخاصه مظهره. انا رايح مدرسه خاصه وراجع في الباص ورايح في الباص ولابس الطقم البامبي والشنطه الفستقي، دي فرحتي من المدرسه الخاصه. تعليم شكرا. وتلاقي العيل بياخد دروس في كل المواد بره، وهو اصلا عربي كمان، لقيته مدرسه خاصه انجليزي ولا لغات عربي. طب ليه؟ ليه التعنت؟
ليه التعنت في الامهات في الحته دي وتركب دماغها والراجل ما بيبقاش معاه وتلاقي الام اتزنقت، ما هو الراجل معهوش ورفعت عليه قضيه والقاضي ما حكمش الفلوس كلها، يحصل مشكله والواد اللي بالاخر اللي بيتقسم. يبقى نشغل دماغنا الطبيعي لو احنا عايزين مصلحه البلد، لو المشرع ولا المسؤولين في البلد على الموضوع قانون الاسره، لو انت عايز مصلحه الاسره المصريه ومصلحه الطفل وخايف على التعليم وخايف على مستوى التعليم، اولا تعلي من مستوى المدارس الحكوميه وده المفروض قاله الوزير، وثانيا تلغي موضوع ان الولاد بتاع الام دورها في الحياه تربي العيل كتربيه، والتعليم هي بتودي وتجيب. اي حاجه ثانيه الاب اللي بيعملها من بقى من ورق من اي قصه من مشاكل من مصروفات من الاب المسؤول. ولي امر مين؟ الاب مش الام. حتى لو حصل طلاق ليه تاخد اولاد تعليميه اساسا؟ بقى سيبك بقى من هي تاخد بعد الطلاق، ما تاخدهاش اصلا قانونا والصح والمفروض يمشي عليه وشرع ربنا. المفروض الولايه التعليميه تبقى مع الاب مش الام، قبل الطلاق وبعد الطلاق الاثنين. هو المسؤول عن التعليم، هو المسؤول عن اللي يودي الواد ويجيبه، او يعني مش يودي ويجيب طبعا على حسب شغله، قصدي يعني هو المسؤول عن الاختيار المدرسه، المشاكل اللي بتحصل في المدرسه هو المسؤول. الام دورها ايه؟ كاي ام طبيعيه بتتابع المذاكره، بتتابع المس بتاع الفصل، بتودي وتجيب العيل، ده دور الام. والاب دوره يشتغل يجيب فلوس يصرف، ده الطبيعي، ده الامر المنطقي بتاع اي حد بيفهم. لكن اللي احنا بنعمله عكس الواقع تماما، وبرضه متعنتين ان دايما نلغي الراجل من حياه الزوجه مجرد ما بس يحصل مشاكل او تطلق، ويبقى الام مسؤوله عن كل حاجه، والاب دوره ان هو كارت فيزا عمال يطلع ويدفع وبس. الواد بقى راح مدرسه ايه، بيعمل ايه، دنيته ماشيه ازاي، ولا ليك فيها برنس. ده حتى ممنوع عليه ان هو يروح يشوف ابنه في المدرسه، ما هو معاه ولايه تعليميه والقانون بيقول لها اي حد يجي غيرك ما ينفعش يشوف الواد ولا ياخده. يعني بص الاب بيتعامل معامله عامله ازاي، هل ده يرضي ربنا؟ طبعا انا الكلام ده مش عايز الامهات تزعل مني، انا بتكلم في الصالح للاسره المصريه، مش بتكلم في صالح الراجل ولا صالح الست. الولايه التعليميه المفروض تبقى مع الراجل، ده يعني قولا واحدا بالنسبه لي. اللي هيزعل مني ما يزعل، يعني حقوقه عليا، واللي متفق معايا كان بيها، ده رايي الشخصي. ما ينفعش الولايه التعليميه تبقى مع الام، مع الاب، عشان هو ده المسؤول عن المصاريف وهو اللي بيدفع. والله بقى الام معاها ومش عايزه حاجه من الاب، والله يا عم انت معاك هتدفع لي كام؟ تديني 2000 يا عم انا هكمل 8 وادخله مدرسه خاصه، دي بتاعتك انت بقى. لكن ما يبقاش معاك الولايه التعليميه، مش منطق خالص، ولا قانون ولا شرع ولا دين ولا اي مله تقول ان ينفع ان الولايه التعليميه تبقى مع الام سواء قبل الطلاق ولا بعد الطلاق. ده رايي الشخصي في الجزئيه دي. انتظروني على بث مباشر ان شاء الله النهارده الساعه حوالي كمان نص ساعه، الساعه 6:30 النهارده الخميس. هعمل بث مباشر بدايه من 6:30، ممكن قبل كده شويه عشان انا بس عندي شويه حاجات بعملها اخلصها ونطلع بث مباشر. هنتكلم في كل حاجه، وبرده موضوعنا مفتوح اللي هو مشاكل الاسره بجميع مشاكلها كلها، مش حاجه معينه. ده الفيديو النهارده بتاع الولايه التعليميه. ان شاء الله يوم الاحد هعمل الفيديو الرابع وهتكلم في النقطه اللي بعديها لحد ما اخلص تقريبا كل المشاكل او كل الحاجات المطلوبه تتعدل في قانون الاسره. تحياتي ليكم، واطلب منكم يا جماعه اي حد يشوف الفيديو يشير عشان عايزين الموضوع يوصل. تشييرك ده صوتك، يعني كأنك بالظبط بتتكلم، انا لسانك يا سيدي اللي بتكلم عنك، انت بس كل دورك انت تبعت الفيديو هينتشر، هيبدا كل واحد يتكلم. ممكن انا دوري ده يخلي محامي زميل يتشجع معايا ويبدا يطلع يتكلم من وجهه نظره هو كمان، يبقى احنا بنتكلم. واعتقد ان ارائنا هتبقى كلها متقاربه، يعني اللي انا بتكلم فيه هتلاقي اغلبيه الناس بتتكلم فيه، وهي دي مشاكل فعلا حقيقيه موجوده. ربنا يكرم ان شاء الله ونحاول نوصل صوتنا لاكبر حد موجود في البلد واكتر حد مسؤول عن القصه دي. ويا ريت اعضاء مجلس النواب يعني اللي بيسمعنا يا ريت يبدا يتحرك في القصه دي، عشان فعلا الدنيا ماشيه في طريق وحش جدا بالنسبه للحوار الشخصيه. تحياتي ليكم، انتظروني كمان نص ساعه في البث المباشر، اشوفكم على خير.